السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل قالب كيك شوكولاته، حاجه جميله جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، يتحضر معانا كده في 10 دقايق. جالك ضيوف ولا حاجه هتقومي تعمليه. بصوا يا جماعه، شكله تحفه كده لما برد خالص بقى. الشكل اختلف خالص، والطعم بجد كان حكايه. يلا ندخل على مقاديرنا. بصوا يا جماعه بقى، مقاديرنا سهله وبسيطه. انا عندي بيضه، وعندي نص كوبايه سكر، وعندي كوبايه دقيق، ومعلقتين كاكاو، ومعلقتين سمنه ماشي، ونص كيس بيكنج باودر، وطبعا رشه فانيليا. انا كده كسرت البيضه على السكر وهقلب، وعلى الفانيليا، وهقلب كل ده كويس. هحط له بقين لبن كده، يعني ما كملش تقريبا ربع كوبايه، وهقلب كويس جدا كده. وهنزل النسكويك اهو ماشي. هخفق كل ده كويس، وهقوم حاطه البيكنج باودر ومنزله الدقيق بالتدريج شويه شويه كده. شويه شويه على قد ايدك كده، وتضربي كل ده. طبعا عايزه تضربي في الخلاط براحتك خالص زي ما انت عايزه. انا حابه ان انا اعمل كل حاجه كده في ايدي، ولا اوسخ الخلاط ولا اي حاجه. كده بقى الكيك بتاعي اتضرب وبقى زي الفل اهوت. هجيب بقى المعلقه عشان الم كل اللي في الحروف دي. بصوا قوامه اهو. هحاول اقلب ما اخليش فيها دقيق خالص ماشي. انا النهارده هعملها في القالب البايركس. هجيبه معايا كده اهو. هديله بقى مسحه من السمنه، مسحه من الزيت، زي ما انت عايزه. وهقوم معفراه بالدقيق. هحط شويه دقيق واحط واعفره كله كده، واروح طبعا على الحوض اتنفض الزياده دي بالراحه، واقوم منزله فيه الخليط بتاع الكيك بتاعي اهو يا جماعه. بصوا بقى قوام الكيك عامل ازاي. عشان يا دوبك انا حاطه ربع كوبايه لبن بس، مزودتش اكتر من كده ماشي. ههبده هبده بسيطه خالص كده على الرخامه بالراحه طبعا، وهقوم مدخلاها الفرن. تيجي بقى للصوص بتاع الشوكولاته. معايا معلقتين، نص كوبايه نسكويك، نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، 3/4 كوبايه زيت، وهضرب كل ده مع بعضه. بصوا يا جماعه ما شاء الله، عايزه تخفيه هتحطوا له لبن، عايزه تقليه هتحطوا له زيت. تمام كده. كيكه بقى هروح اجيبها من الفرن، ما خدتش معانا، ما كملتش ربع ساعه. هختبرها بالخله، طلعت زي الفل اهي. وهي لسه سخنه كده اهو، منزله عليها الصوص اهو. بسم الله ما شاء الله. شفت قوام الصوص حلو جدا جدا، لا والطعم حكايه. طبعا انا استعجلت عليها وقطعتها وهي سخنه، لكن لما بردت كان شكلها في الشكل، يعني كان شكلها احلى كتير. بصوا يا جماعه ما شاء الله. طبعا هي لسه سخنه، وطلعتها على حاجه عشان ما ينفعش البايركس يطلع من الفرن على ايه، على حاجه ساقعه. بصوا يا جماعه ما شاء الله، الصوص بيتغلغل كده من داير ما يدور وبينزل كده. لا بجد حلو قوي. هجيب بقى واحده اوريو كده اهوت. بصوا هقوم حطاها على الوش كده. ما شاء الله تزيين بسيط كده، بس ايه ادى للكيكه روح كده. هنبدا بقى ان احنا نقطعها. بصوا يا جماعه هي كده لسه سخنه. ما شاء الله، ولا ماسكه مثلا في البايركس ولا اي حاجه. بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي. ده بجد حلو قوي قوي. ولو عجبك الفيديو يا قمر، ياريت تحط لايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد.